السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. وصفتي اليوم رائعه جدا تستحق التجربه. مقادير متوفره في اي بيت. اذا كيف ما كتشوفوا معايا وصفه رائعه جدا لسهراتكم الرمضانيه، لمناسباتكم العائليه. فعلا تستحق التجربه. بسم الله على بركه الله. غادي نمر مباشره نقدم معكم مقادير وصفتي نتاع اليوم. عندي 2 معالق ديال سنيده، عندي 440 مليلتر ديال الحليب، عندي 2 معالق كبار ديال النشا، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر، وعندي بسكوي هنا مطحون. ممكن تستعنوا بسكوي اخر، يعني كيبقى لكم حريه الاختيار. ممكن توضعوا بسكوي بلون الكاكاو ايضا. اذا هنا كيف ما كتشوفوا معايا مقادير بسيطه جدا. في اناء او في الكاسرونه غادي نخلط الحليب ونضيف ليه باقي المكونات الاخرى، وغادي نوضعه فوق النار حتى كيعقد ليا الخليط كيف ما غتشوفوا معايا. اذا كنوضع سكر سنيده، صدقوني كتجي تحليه رائعه جدا تستحق التجربه. غنوضع النشا، غادي نحرك مزيان المكونات ديالي كما غتشوفوا معايا. نوضع الكاكاو، 2 معالق كبار ديال الكاكاو المر. اذا كنحرك المكونات كاملها وكنوضعها فوق النار على نار مهيله، وكنبقى كنحرك المقادير نتاعي باستمرار، ما كنوقفش تحراك، كنحركه مزيان. كنوضع على النار وكنبقى كنحرك كيف ما شفتوا معايا حتى كينسجموا ليا وكيعقد ليا الخليط. كيصبح الخليط نتاعي بهذا الشكل. كنجيب تقريبا 20 غرام نتاع الشكلاط حتى 30، يعني كندوبو في هذاك الخليط وهو سخون. كنضيف ليه معلقه كبيره او ملعقه صغيره ممتلئه ديال الزبده كما غتشوفوا معايا. كنطرب المكونات مزيان وبالخف. كنجيب الكويسات اللي غادي نعمر فيهم التحليه ديالي، وغادي نملأ الكؤوس فقط للنصف كما غتشوفوا معايا. الخليط باقي سخون، كنملأ فقط للنصف. كنحاول نقاد الجوانب نتاعو، كنجيب ملعقه وكنقاد الجوانب مزيان. كنملأ فقط النصف ديال الكؤوس نتاعي. بهذا الخليط كيجي رائع جدا يستحق التجربه بالفعل. كنقاد الجوانب نتاعو بملعقه كما غتشوفوا معايا، وكنحتفظ به في الثلاجه حتى كيعقد ليا هذا الخليط مزيان. من بعد ما كيعقد ليا الخليط نتاعي وكيشد راسو كيف ما غادي تشوفوا معايا، غادي نوضع عليه طبقه ثانيه ديال البسكوي. هنا من بعد ما خرجته من الثلاجه كيف ما كتشوفوا معايا كيعقد، غادي نوضع عليه البسكوي كيف ما كتشوفوا معايا طبقه جيده من فوق الخليط. كنغطي الطبقه الاولى كاملها كيف ما كتشوفوا معايا، وكنستمر حتى كنملأ الكؤوس نتاعي كاملها بنفس الطريقه. غنمر الطبقه الثالثه. هنا عندي كريم شونتيي، غادي نطلعو مزيان وغادي نضيف ليه تقريبا نفس الكميه اللي وضعت في الكاس في النوبه الاولى ديال هذاك الخليط الاسود. يعني غادي نوضع، شوفوا معايا كيفاش كيجي عاقد رائع جدا. كنحتفظ به في الثلاجه بطبيعه الحال حتى الوقت باش نخرجوا الكريمه. ومن الافضل الكريم شونطي حتى هو يكون بارد مزيان باش كيطلع ليا الكريمه تاعي مزيان. اذا كشتوا معايا كنطرب المكونات كاملها
حتى كيعقد ليا الخليط نتاعي مزيان. وهكذا كما كتشوفوا معايا كيرجع الكريم شونطي مع هذاك الكريم كيعقد مزيان. كنجيب بوش اللي كنوضع فيها القالب باش غادي نزين من الفوق. كنوضع الكريمه نتاعي كما كتشوفوا معايا، كريمه عاقده وكتزيد تعقد اكثر مع الثلاجه او ملي كنحطوا الكؤوس نتاعنا في الثلاجه. اذا هنا غادي ناخذ الكؤوس نتاعي من بعد ما وضعت عليها الطبقه الثانيه، غادي نزينها بالطبقه الثالثه اللي هي عباره عن كريمه كما كتشوفوا معايا كتجي فيها رائعه جدا. كما كتشوفوا معايا رائعه فعلا تستحق التجربه. كنملأ الباقي ديال الكأس بالكريمه نتاعي وغادي نحطها مجددا في الثلاجه حتى كتعقد ليا مزيان. كنكمل بالكريمه باقي الكؤوس نتاعي. غادي نزينها فقط تزيين بسيط الكاكاو، كنوضعو في صفايه نزين به الكؤوس نتاعي من فوق كما غتشوفوا معايا في الفيديو. اذا تحليه رائعه بسيطه بمكونات متوفره في اي بيت بدون تعقيدات. كنتمنى انكم تجربوها بالفعل وتنال الاعجاب نتاعكم. صدقوني فهي كتجي تحليه رائعه جدا. بالصفايه كيف ما شفتوا معايا كنزوق فقط بالكاكاو من الفوق وكنوضعها في الثلاجه. من الافضل انها تبقى مده حتى كتبرد مزيان وكتزيد تعقد وكيكون الشكل نتاعها والمذاق نتاعها هائل. صدقوني انها تستحق التجربه. وهنا بعد ما قدمت الكؤوس نتاعي كيكون الشكل نتاعهم هو هذا بالتحليه نتاعي الرائعه. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم.